هو ليه التي من اكتر الاصوات اللي عليها جدال في الامريكان انجلش؟ تقريبا ما بتسمعهاش خالص الا في حالات نادره جدا. كل الاوقات التانية بتقلبها، يا اما بتشيلها خالص، يا اما بيحصل فيها حاجات، يا اما في ادغام بيحصل. طب ليه؟ علشان التي مخرجها وصفاتها مختلفين وبيخلوك تبطئ الكلام في الانجليزي. مخرجها مقارب لاصوات تانية كتير، ممكن تبقى تديك اوبشنز انك تنطق اصوات تانية مكانها وتبقى اسهل في الكلام منها. وده برضه بسبب ان هي ستوب ساوند بيوقف الكلام. فانت عشان تتكلم امريكان انجلش انت محتاج تتكلم كلام تدغمه يكون مفهوم طبعا، بس في نفس الوقت برضه ما توقفش كتير. وزي ما اتفقنا الستوب ساوندز هم 6 في الانجليزي، والستوب ساوندز هم الاصوات اللي بتوقفك في الكلام، بتوقف الهواء كده وبعد كده بتريليس وبتنطق بعدها. الاصوات دي اللي هي ت، اللي هي التي يعني، والدي والكي والجي والبي تي لو بالخفيفه. كل الاصوات دي ما تظهر في الكلام فساعتها تعرف دول ستوب ساوندز وفي كلام بيحصل فيهم كتير، بالذات التي. الاصوات السته دول فيهم 2 فيهم فلكسبيليتي انك تعرف تشيلهم تماما، اللي هم الدي والتي. باقي الاصوات الاربعه الكي والجي والبي تي لو بالخفيفه انت هتشيل حركه منهم وتنطق الحركه الثانيه بس كده. اما بالنسبه للتي والدي انت هتشيلهم تماما اكنهم ما كانوش اصلا. هنبدا اول حاجه بالدي. الدي لما تيجي في اخر كلمه والكلمه اللي بعدها على طول تبدا يا اما بتي يا اما كي يا اما جي يا اما بي تقيله يا اما بي خفيفه. يعني مثلا لو قلت هارد تايم، خدت بالك ان في ستوب في الكلام مش هتعرف تعمل لينكينج، فعشان كده انت بتشيل الدي تماما وبتنطق الصوت الستوب اللي بعدها فتبقى هارد تايم. ده مش معناه اطلاقا ان انا قلت هارد تايم ان انا غلط، الفكره بس في السموثنس انك تتكلم اسرع وكده كده الموضوع يبقى واضح. طب سؤال هنا، اشمعنى مش ده ستوب ساوند؟ ما كده التي برضو هتوقفني في الكلام، فالمفروض اشيل التو ستوب ساوندز، ليه بوقف صوت منهم؟ الفكره انك لو شلت الدي والتي هتمحي هويه الكلام، هتبقى هرايم مش هيبقى ليها اي معنى. هتقولي طب ليه ما بنشيلش التي وبننطق الدي؟ هتبقى هاردايم مش هيبقى ليها معنى برضو. فافضل حل ان احنا نقول هارد تايم، وبعد التي في صوت فاول، صوت متحرك يعرف يحرك الكلام من الاخر، عشان كده الموضوع يبقى سموث واضح في الكلام مش مجرد سرعه بس، عشان احنا بندور على حاجتين، السرعه والكلام يبقى مفهوم، مش مجرد من الاخر نكش فراخ اللي هو الكلام سريع وخلاص من غير اي مفهوميه والشخص اللي قدامي يفهمني. فبقيت هارد تايم. اسمع كده الفيديوهات دي. Good tools in place. Good tools. Through that journey and track them in new ways and track them. The most advanced tech companies. Advanced tech. كده فاضل الدي بعدها 4 اصوات، يا كي يا جي يا بي تقيله يا بي خفيفه. شوف الامثله دي، بدل ما اقول it could be us هتبقى ايه؟ it could be us. هتشيل تماما الدي. It could be us. Now we might get there. It could be us. مثال تاني، you should go هتبقى you should go. You should go. Keep trying, or whether you should go. Whether you should go. مثال تاني، you should come هتبقى you should come. You should come. You should come and join us sometime. It's really fun. You should come and join us sometime. مثال أخير، it could publish أو you could publish it هتبقى you could publish it. You could publish it. Could publish the content. Could publish. كده خلصنا كل الحالات اللي دي تنتهي في آخر الكلمة والكلمة اللي بعدها تبدأ بصوت من أصوات ال5. ركز بقى وخد بالك، صوت من أصوات ال5 دول كي وجي وبي تقيلة وبي خفيفة وتي. فلو كلمة بدأت اللي بعدها come اللي هي بدأت بسي، فمش هعتبر إن دي سي، هعتبر إنها حرف صوت الك، فتبقى ايه؟ you should come عشان ده صوت الكي او صوت الك مش حرف السي. دلوقتي بقى هننقل على التي لما يجي بعدها اصوات ال5 دي كي جي بي بي. تعال نشوف الامثله. بدل ما تقول that person هتبقى ايه؟ that person. هتشيل التي تماما اكنها مش موجوده. That person must be important. That person. مثال برضو تاني، that girl هتبقى that girl. That girl. Go talk to that girl. That girl. مثال ثالث هتبقى what could happen هتبقى what could happen. What could happen in here? What could آخر مثالين بدل ما اقول outdoor هتبقى ايه؟ outdoor. Go out door knocking on the weekends. Go out door knocking. آخر مثال هتبقى بدل ما اقول it boils هتبقى ايه؟ it boils. It boils down to one specific advantage. It boils. بس كده. ملخص القاعدة، لو التي او الدي جم في نهاية الكلمة او الكلمة اللي بعدهم بتبدأ بصوت من اصوات ال5 الباقيين، فانت على طول بتشيل الصوت الاول وبتنطق الصوت الثاني بتضعفه كده. حاول تسمع كتير بحيث القاعدة دي تثبت معاك اكتر وتعرف تنطقها وتخلي الموضوع سموث معاك اكتر وانت بتتكلم. وبس كده. استنونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله بنتكلم اكتر واكتر عن التي، هي ليه بتتغير وليه فيها قواعد كتيرة جدا بالذات مع صوت التي. بس كده.